ديسمبر 2025 شركة مايكرون، ودي واحدة من أكبر 3 شركات رامات في العالم، بتقول فيه إنها اتخذت قرار صدم العالم كله، وإنها هتقفل علامتها التجارية كروشال بالكامل. والعلامة دي كانت بتبيع الرامات والاس اس دي للمستخدمين العاديين، والشركة قررت إنها توجه إنتاجها بالكامل لشركات الذكاء الصناعي ومراكز البيانات. لكن مايكرون ما كانتش لوحدها، عشان يجي في نفس الفترة تقريبا شركة اس كي هاينكس بدأت تحول أهم خطوط إنتاج الرامات اللي بتتصنع في اللابتوب والموبايلات وحتى البي سي بتاعك لنوع مختلف تماما، واللي هو ال HBM، وديت نوع ذاكرة أو رامات بتستخدمها كروت الذكاء الاصطناعي. كل ذاكرة سواء رام عادية أو HBM بتتصنع من نفس المادة الخام اللي هو الويفر، وده عبارة عن قرص سيليكون مدور. مشكلة بقى إن ذاكرة ال HBM مش زي الرامات العادية خالص، دي عبارة عن طبقات فوق بعض مترصصة بشكل 3D، وبتبقى معقدة جدا في التصنيع. دي كمان بتاخد مساحة كبيرة من الويفر ديت، توصل تقريبا لثلاث أضعاف اللي بتاخده الرامات العادية. ومع إن ال HBM ديت متعبة في التصنيع، إلا إنها بتدي هامش ربح أعلى بكتير من الرامات العادية، وده اللي خلى الشركات الثلاثة اللي هي سامسونج واسكي هاينكس ومايكرون، ودول اللي بيسيطروا على تقريبا أكتر من 90% من سوق الرامات العالمي، بقى ما عندهمش أي حافز إنهم يخليهم يرجعوا للسوق بتاع المستخدمين العاديين. وبالتوالي على اللي حصل ديت، شركات اللابتوبات زي لينوفو وديل واتش بي وايس وغيرها قرروا انه يزودوا اسعار اللابتوبات بتاعتها بنسبة توصل ل 30%. ودي مش اللابتوبات بس، ده كمان شركة سوني رفعت جهاز البلاي ستيشن 5 $100 كاملين، ووصل السعر ل $750، والنسخة الرقمية منه وصلت ل $600. ده كمان البلاي ستيشن 5 النسخة البرو غلت $150 كاملين، ووصل سعره ل $900. ونفس الحكاية دي اتكررت مع اكس بوكس ونينتندو. لكن الحاجة اللي فعلا تحزن ان شركة فالف كانت ناوية تطرح كونسولها الجديد واللي هو الستيم ماشين بسعر يقارب $750، بس لقيت نفسها انها مضطرة تطرحه بسعر وصل ل $1050، وده بسبب طبعا غلو الرامات. وبكده هيكون كونسول فالف الستيم ماشين بقى اغلى حتى من البي اس 5 والاكس بوكس سيريز اكس. ده مش كده وبس، ده في يوليو 2026 اعلنت شركة نيفيديا انها هتعلي اسعار كروتها توصل ل 30% لكل الكروت عندها، والزيادة ديت كانت تالت واحدة في نفس السنة. ده كمان اي ام دي كانت بتتفرج من بعيد، وقررت هي برضو انها ترفع سلسلة راديون ار اكس 9000 بنسبة ما تقلش عن ال 10%، وان كارت زي الار اكس 9070 اكس تي اللي كان سعره $600 دلوقتي بقى سعره اكتر من $1000. ده كمان انفيديا اعلنت عن شراكة استراتيجية مع مجموعة الاس كي جروب، واللي بتقدر قيمتها باكتر من $500 مليار، وديت بتشمل انهم هيبنوا مركز بيانات عملاق، واهم من كده انهم عملوا اتفاقية لتوريد رامات ال HBM لسنين قدام. وده اللي خلى شركات شبه سامسونج ومايكرون واسكي هاينكس ارباحهم اتخطت ال $31 مليار في 2025 وحدها، والثلاث شركات دولت مع بعضهم اتخطوا حاجز $1 تريليون في القيمة السوقية. وده اللي خلى في يونيو 2026 مجموعة مستهلكين رفعوا قضايا جماعية في كاليفورنيا ضد الثلاث شركات دول بتهمة انهم خالفوا قانون الاحتكار الامريكي، وديت علشان هم اتعمدوا انهم يقيدوا المعروض من الرامات، وديت علشان يرفعوا الاسعار. والمدعين قالوا ازاي شركة زي مايكرون انها تقفل علامتها الاستهلاكية باعلى نقطة ربحية وصلت لها في تاريخها. وده كمان جه تصريح من الرئيس التنفيذي لشركة اسكي هاينكس انه قال ان سنة 2027 هتبقى اصعب السنين اللي شافتها الصناعة في تاريخها كله. ده مش كده وبس، ده في تقارير قالت ان الفجوة ديت هتفضل مستمرة لغاية 2028 وممكن اكتر، وديت عشان المصانع الجديدة اللي بتبنيها شركات الرامات متوقع انها تبدأ الانتاج ما بين 2027 و 2029، ده طبعا على اقرب تقدير. شكل كده ان فقاعة الذكاء الاصطناعي مش هتفرقع قريب، عشان في تقارير طلعت قالت ان شركات الرامات مش قادرة تلبي كل احتياجات شركات الذكاء الاصطناعي، والطلب على الرامات ديت اكتر بكتير من المعروض. انت طبعا لو حوشت اي فلوس حاول دلوقتي تجمع اي حاجة، عشان في 2027 الاسعار هتبقى اغلى من دلوقتي بكتير. ده مش في الرامات بس، ده كمان كروت الشاشة ومساحات التخزين، وده لا قدر الله طبعا. وبس، مع السلامة.